السلام عليكم شباب، يا رب تكونوا بخير. السؤال النهارده بيقول ما هي الاكزوسومز، وهل فعلا الاكزوسومز دي بتعالج الصلع الوراثي بشكل نهائي زي ما بعض الدكاتره قالت؟ في الحقيقه لا. هي عباره عن زيها زي البلازما، زي الميزوثيرابي، عباره عن طريقه جديده، واي اوف ديليفري. نشرحها بشكل بسيط كده. الخلايا بتتواصل مع بعضها عن طريق حاجه اسمها الاكزوسومز، عباره عن حويصلات صغيره جواها بروتين، جواها ار ان اي، الام ار ان اي. يعني الحاجات المهمه للخلايا بتبقى موجوده، هي حجمها اصغر من حجم الخليه 100 مره. بتبقى جوه الخليه حاجه اسمها الاندوسومز، بتحول او بتطلع حاجه اسمها الاكزوسومز. دي بتسافر ما بين الخليه والخليه الثانيه اللي جنبها جارتها يعني، وتشوف ايه المشاكل اللي عندها وتحلها لها. ناقص حاجه معينه تقوم جايه مكملها. هي تارجتد قوي، بتروح على على الجدار الخليه، تمام، على السيل نفسه، جدار السيل. وتارجت بتروح الاماكن اللي فيها مشكله بس، وترتبط بالمستقبلات وتخش جوه بقى تحل المشكله دي. فهي وسيله تواصل. طيب، موجوده فين؟ هي بتبقى ماشيه في الدم، بتبقى ماشيه في البون مارو، في نخاع العظم، بتبقى موجوده في الفات سيلز، في الخلايا الدهنيه. آه، الطريقه الجديده ان احنا بناخد الدم ده وبنطلع منه الاكزوسومز، بناخد الدهون دي نطلع منها الاكزوسومز، وهكذا، وبنحطها ابلايد على الشعر مباشره، او عن طريق الديرمابين، او عن طريق الحقن، وتتحط. ميزتها ان هي بتروح على البصيلات، وبتعمل تغذيه قويه جدا. من الحاجات اللي هي ممتازه ونتائجها كويسه. ولكن اتفقنا ان الصلع الوراثي مرض مزمن زي مرض السكر ومرض الضغط، خلل جيني. ده خلل جيني مش هيحله لا اكزوسومز ولا غيره. ده مرض هتاخد له علاج طول العمر. يبقى هي الفكره كلها ان هي بتعمل نتائج احسن من البلازما، احسن من الميزوثيرابي. غاليه جدا. وكل ما كانت نقيه كل ما كانت احسن. وفي شركات كتيره بتعمل الاكزوسومز دي، وهي حاليا بتدرس او بيتم دراسه ان هي تبقى واي اوف ديليفري لبعض الادويه، ان هي تتحط جوه الاكزوسومز دي. بتستخدم مثلا في البشره. واحده مثلا كبيره في السن مثلا وعاوزه تعمل بلازما للوجه مثلا. البلازما بتاعت الست دي بتكون يعني ضعيفه، ما فيش فيها مش زي مثلا بلازما الشاب عندها 20 سنه. فبناخد واحده عملت شفط دهون، بناخد الدهون دي، بيتاخد منها الاكزوسومز بتاعتها، او وتتحقن في الوجه. بتعمل نضاره بقى وكده يعني. بس يعني هي كشكل من انواع الدليفري، مش علاج للصلع مدى الحياه. شكرا.